ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. في ناس طلبت مني اني اتكلم عن هاتف اونر 50 او هونر 50، وحابين ان هم يعرفوا اذا كان الهاتف ده قوي ويعتمد عليه ولا لا. انا جبت لكم الهاتف، هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، وهنعرف جميع مميزاته وعيوبه ونقاط القوه والضعف اللي موجوده فيه. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك وشير وتشترك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اول معلومه حابب اقولها، خلينا متفقين ان الموبايل ده موجه للفئه الاقتصاديه والمتوسطه. هونر 50 بيجي بظهر فخم جدا مصنوع من الزجاج مع حواف منحنية زي ما انتم شايفين من الجنبين. كمان شكل الإطار بتاع الكاميرا الخلفية جميل جدا، والواجهة الأمامية فيها الثقب علشان الكاميرا أو العدسة بتاعة السيلفي. الحواف المنحنية من على الجنبين، الجنب اليمين ده والجنب اليسار ده، بتعطيك مساحة استحواذ أكبر للشاشة ومظهر كويس للموبايل. وزن التليفون خفيف جدا لأنه 175 جرام، والسمك بتاعه برضو صغير لانه 7.8 ملم. الاونر 50 بيجي باربع الوان، اللون الاسود نفس اللون اللي معايا ده، وبيجي بلون تاني سيلفر ولون احمر ولون اخضر. طبعا الهاتف بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني. تقدر تركب في الهاتف خطين اتصال نانو سيم في نفس الوقت عبر درج الشرائح اللي موجود هنا. خلينا نبتدي نتكلم على اهم حاجه في التليفون او في الهونر 50، وهي الشاشه بتاعته. حجم الشاشه ده 6.5 انش، نوعها اوليد، ودقتها 1080 في 2340 بكسل بكثافه بكسلات 392 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. معدل تحديث الشاشه جميل جدا لانه 120 هرتز، وتقدر تتحكم فيه تزوده او تقلله، وكمان ممكن تسيبه على الوضع التلقائي علشان يوفر لك اكبر قدر من البطاريه. الشاشه دي زي ما قلت بتستحوذ على 90% من الواجهه الاماميه للتليفون، وده ليه؟ لان الجوانب منحنيه فبتديك استحواذ اكبر للشاشه. الشاشه فيها 1 مليار لون. نظام التشغيل اللي موجود هنا في الهونر 50 هو اندرويد 11، والواجهه بتاعته ماجيك يو اي 4.2، والهاتف بيدعم جميع خدمات جوجل بشكل طبيعي جدا. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا في الهونر 50، وهو ان الهاتف او الجهاز ما فيهوش لمبه اشعارات، لكنه فيه خاصيه اولويز اون ديسبلاي. دي طبعا هتعرض لك التنبيهات والاشعارات على شاشه القفل. في الاسواق العربيه هتلاقي منه 256 جيجا مع 8 رام، و128 جيجا مع 8 رام، ولكنك ما تقدرش للاسف تزيد ميموري كارد للهاتف. يعني اخدت ال 128 او ال 256 ما تقدرش تزيد المساحه. نقطه كمان هو ان الاونر 50 ما فيهوش اي منفذ للسماعه السلك الاي يو اكس. هتضطر ان انت تستعمل له سماعه بلوتوث او سماعه تايب سي تركب هنا مكان الشاحن. خلينا بقى نروح عند نقطه مهمه جدا بعد كده، وهي المعالج بتاعه، لان المعالج بتاعه ممتاز جدا. المعالج اللي موجود في الاونر 50 هو كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5G، وده افضل معالج موجود في الفئه الاقتصاديه والمتوسطه. المعالج اللي بيتحكم في كل حاجه في التليفون، الالعاب، التنقل بين البرامج، الدخول والخروج. اذا كان المعالج قوي هيبقى كل شيء في الهاتف قوي. زي ما قلت لك كوالكوم سناب دراجون 778، ده افضل معالج موجود في الفئه الاقتصاديه، طبعا بمعماريه 6 نانو وثماني النوايا اوكتا كور. ومعالج الرسوميات الجي بي يو المسؤول عن الالعاب والجرافيكس هو ادرينو 642 ال. بصمه الاصبع بتاعه الهاتف مدمجه داخل الشاشه او من خلال بصمه الوجه عن طريق الكاميرا الاماميه او بالطرق التقليديه العاديه زي الباسورد. الجميل في الاونر 50 ان هو بيدعم ميزه الدارك مود او الوضع الليلي اللي بيحبه ناس كتير جدا. الهاتف مزود ببعض المستشعرات زي التقارب والتسارع والبوصله والضوء والجيروسكوب. بالنسبه للكاميرا اللي موجوده فيه، فعندك في الظهر فيه 4 عدسات، 3 عدسات موجودين تحت مع الفلاش، 1 2 3 مع العدسه الرئيسيه. الرئيسيه دي دقتها 108 ميجا بكسل، بتدعم التركيز التلقائي وبتيجي بمستشعر من سامسونج. اما الثلاث عدسات اللي تحت، واحده فيهم 8 ميجا بكسل بتاعه الزاويه الواسعه، بتصور بزاويه عريضه 120 درجه، والاثنين اللي قصاد بعض هنا وهنا كل واحده فيهم 2 ميجا بكسل بتاعه عزل الخلفيه وبتاعه تحديد العمق، والعدسه الاخيره بتاعه الماكرو والتصوير عن قرب. في بعض التطبيقات الجميله اللي موجوده في الكاميرا الخلفيه زي الاتش دي ار والبانوراما والوضع الليلي والبورتريه والعزل. لو هتصور فيديو بالكاميرا الخلفيه دي، اعلى تقنيه معاك هي 2160 بكسل 4K بمعدل 30 اطار في الثانيه، وبرده فيديو 1080 بكسل فول اتش دي بنفس المعدل 30 اطار في الثانيه. اما الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا
دقتها 32 ميجا بكسل، بس لو هتصور بها فيديو اعلى تقنيه معاك هي 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. اصدار البلوتوث اللي موجود في الهاتف هو 5.2، والهاتف زي ما قلت بيدعم خاصيه ال NFC. طبعا تقدر تفعلها وتقفلها عن طريق انك تضغط هنا كده تفتح ال NFC او تقفله. روح عند حاجه مهمه جدا وهي الباتري او البطاريه اللي موجوده في الاونر 50. طبعا غير قابله للازاله، ما تقدرش تشيلها من التليفون، وحجمها 4300 ملي امبير. تدعم الشحن السريع عبر منفذ الشحن تايب سي اللي موجود تحت هنا، اللي قوته 66 واط، يعني تقدر تفول 70% من البطاريه في خلال 20 دقيقه فقط. دي كانت مميزات الاونر 50. طب بالنسبه للعيوب، ايه هي العيوب اللي موجوده في الهاتف؟ اول حاجه انك ما تقدرش تزيد هنا كده ميموري كارد. كمان الكاميرا الاماميه اللي موجوده فيه للاسف ما بتدعمش المثبت البصري، والسماعات الخارجيه للاسف اللي موجوده هنا ما هياش استيريو. كمان مفيش اي منفذ AUX موجود في الهاتف. اخر حاجه هنتكلم عنها في الفيديو وهو سعر الاونر 50. النسخه ال 256 جيجا مع 8 رام سعرها 475 دولار، وفي مصر هتلاقي منه 128 مع 6 رام ب 12800، وبرضه هتلاقي في مصر 256 جيجا مع 8 رام ب 14900. اما في السعوديه هتلاقي نسخه واحده بس 256 جيجا مع 8 رام سعرها 1950 ريال. دي كانت اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في الاونر 50. هاتف قوي جدا في الفئه الاقتصاديه والمتوسطه، في كل خدمات جوجل، المعالج اللي فيه قوي جدا، كل شيء فيه جميل اذا انت بتفكر اللي انت تشتريه او عايز تغير وبتسال على هواتف اونر، يعتبر هاتف متميز جدا. اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد قريب. مع السلامه.